جلاله وحباك سابغ فضله ونواه. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم امين يا رب العالمين. صباحكم زي الفل. النهاردة صاحية بدري الحمد لله رب العالمين، وعملت كذا حاجة. وبعدين فطرت الحمد لله سندوتش كده على السريع، وبعدين دخلت عملت القهوة بتاعتي شربتها. طبعا انا بشرب القهوة من غير سكر. بصراحة بحس ان السكر بيقلل قوي قوي من قيمة وطعم القهوة، فطبعا دي اذواق. فشربت القهوة، وبعدين كنت مطلعة فراخ من الفريزر قبلها بيوم وسبتها على رف التلاجة علشان تفك براحتها. وبعدين طبعا غسلتها كويس جدا بملح وليمون. مش بحب بصراحة ان انا انقع ولا اغسل الفراخ بخل، بحس ان هي بتثبت الزفارة. وبعدين التتبيلة دي بتكون موجودة عندي في الفريزر. التتبيلة دي بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح وفلفل اسمر وشوية من السبع بهارات وبابريكا، بصل بودر، توم بودر، صويا صوص ودبس رمان وعسل ابيض وزبادي، وطبعا بصل وطماطم وقرن فلفل كده او قرن شطة زي ما تحبي. التتبيله دي يا بنات عايزه اقول لكم ان هي تحفه بصراحه، طعمها حلو جدا جدا ومميزه قوي قوي. طبعا انا بكون مجهزاها عندي في الفريزر، بحيث ان انا اي وقت محتاجه اتبل فراخ، طبعا انتوا عارفين ظروف الكهرباء وكده، فتكون عندي التتبيله جاهزه. فمعبيها كده في برطمانات وحطها في الفريزر، بطلع على قد استعمالي. دول كانوا فرختين، فتقريبا البرطمان ده خلص. فالحمد لله يعني تبلت الفراخ وركنتها، وبعدين دخلت على الحوض. كان في شويه مواعين كده، قلت المواعين طبعا لو سبتها اللي بعد الغدا فهتتكاثر كده والدنيا مش هتبقى الطف حاجه. فوقفت كده غسلتهم على السريع، بصراحه ما خدوش وقت معايا خالص خالص، يا دوب كده يعني 10 دقايق كده بالكتير الحمد لله. وكان الحوض نضيف وزي الفل، يستقبل بقى مواعين باقي اليوم. ف الصابون ده صابون فيبا. بصراحة حلو جدا على فكرة. انا يعني بجيب فيبا او اوكسي. عايزة تعلي الرغوة قوي قوي وتبقى بصوا ما شاء الله كده يعني. الرغوة على فكرة يا بنات بتشجع جدا على التنظيف وعلى الغسيل، انا من الناس دي. فدايما دايما بحب ان الصابون اللي اغسل بيه يكون رغوته عالية كده، وبصراحة بتشجع بيه جدا. فحطوا على الصابون معلقه صغيره ملح، يعني البانيو الصغير ده يعني خف كده في الصابون بتاعك، وبعدين حطي معلقه صغيره من ملح الاكل العادي خالص. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم ان هو بيخلي الرغوة حلوة قوي 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 يعني. كمان يعني ممكن ترجعي تاني تخفي الصابون اصلا. وكمان بينظف حلو جدا. المهم خلصت بقى شوية المواعين اللي كانوا في الحوض يعني، وكان في كمان معايا حلة برضو ستانلس غسلتها برضو معايا على السريع، والحوض يعني الحمد لله فاضي. زي ما بقول لكم انا من الناس اللي بحب الرغوه قوي، ما بعرفش ابدا اغسل المواعين بصابون كده مطفي او ما بيرغيش، بحس اصلا الحاجه ما نطفتش. انما الرغوه العاليه دي وانك انت تشطفي كويس طبعا دي كلها يعني حاجات كده بصوا راحه نفسيه يعني. طبعا كل اللي عارف الاحساس ده يعني اكيد عارف انا اقصد ايه. خلصت كده المواعين الحمد لله، وهغسل الحوض علشان الحوض يبقى معايا نظيف وفاضي زي ما بقول لكم كده يستقبل باقي مواعين اليوم. هنا كانت الفراخ اتبلت وخدت وقتها، وهبدأ دلوقتي ان انا ارصها بقى على شبكة علشان ابدأ ان انا اسويها. جبت الصاج ده فرشت فيه ورق فويل كده زي ما انتم شايفين. بصراحة بيسهل عليا بعد كده غسيل الصاج ده، لان بصراحة الصاج ممكن يتحرق معاكي، ممكن المية اللي فيه تنشف،
فوارد جدا جدا ان هو يعني الحاجه تكون لازقه فيه قوي، يعني الصوص بقى والبهريز اللي بتنزل من الفراخ وارد جدا ان هي تلزق في الصاج. فالحركه دي عايزه اقول لكم ان هي بتسهل عليكي جدا غسيل الصينيه او الصاج بعد كده. بتبداي ان انت تلفي ورق الفويل ده وترميه، والصاج يتغسل كده غسله خفيفه وخلاص، وبيبقى نظيفه زي الفل. جبت هنا بقى الشبكة وبدأت ان انا ارص بقى فيها الفراخ. زي ما قلت لكم دول كانوا فرختين، فقلت بقى هنتغدى منهم، ما عملتش رز ولا مكرونة ولا اي حاجة جنبهم. فقلت احنا هنتغدى وان شاء الله لو اتبقى مثلا نص فرخة ولا حاجة هبدأ ان انا اشيله في كيس وعلى الفريزر على طول. في يوم مثلا اكون ورايا شغل، يوم اكون مثلا مش قادرة اعمل غدا او حاجة، فابدا ان انا اطلعهم واعمل مثلا جنبهم مكرونه ولا حاجه، واليوم بيعدي ويعني نعمه وفضل من ربنا. بس فبدأت ان انا احط الشبكة وارص بقى فيها الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم ان الفراخ بالطريقة دي طعمها بص في منتهى الجمال، احلى بمراحل من الفراخ المشوية على الفحم بصراحة. يعني مش بفضلها قوي، بحس ان هي مش صحية، مش عارفة يعني. انا بيني وبينها كده حاجز معين، يعني ممكن اعملها مثلا مرة مرتين في السنة، انما دي بعتمدها معايا كل اسبوع. طبعا لو انت عندك عزومة بقى، لو مثلا جاي لك ضيوف او حاجة وعملت الفراخ بالطريقة دي، صدقيني هيسألوكي اصلا انت عاملاها ازاي. الفراخ دي انا بطلع منها اوردرات وبتبقى ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. الشبكة اللي هي صغيرة دي بتاخد معايا الفرختين، والفرختين على فكرة مش صغيرين، يعني الفرخة من دول مثلا 2 كيلو وممكن تعدي كمان. بدأت بقى ان انا ازود كده تتبيلة بس برضو على الخفيف كده علشان ما تتحرقش معايا من اول التسوية. هي بتاخد في الفرن حوالي ساعة ونص، بتكون استوت وبتكون تحفة جدا ودايبة، بتبقى جميلة قوي. طبعا ده الصوص اللي كان باقي من الفراخ. عايزه اقول لكم ان هو ما يترميش طبعا، لان بعد نص ساعه من التسويه هتبداي ان انت تفتحي على الفراخ الفرن وتطلعي الشبكه شويه كده، وبعدين تبداي ان انت يعني بصي تسقي كده قطع الفراخ بتاعتك بالصوص ده، علشان الفراخ دايما تكون مرطبه كده وجوسي وطريه من جوه، وتكون يعني مقرمشه كده ومستويه كويس قوي، واخده لون جميل جدا من بره. لو ما عملتيش الخطوه دي الفراخ هتنشف منك جدا في الفرن. هتبص تلاقي الفرخه نشفت كده، ما بقاش فيها نساير، فضيت كده. يعني بصراحه بتبقى مش احسن حاجه. فدايما دايما خلي باقي الصوص ده سقسقي بيه الفراخ كده وهي في الفرن. انا يعني بس الفراخ كده بيها في الفرن بعد نص ساعة من التسوية زي ما بقول لكم، وبعدين بدخلها تاني الفرن على طول. طبعا ما تشغليش الشواية ولا اي حاجة، الفراخ بس تولعي الفرن من تحت وتسيبيها بقى في الفرن تاخد وقتها كده ومع نفسها. وطبعا انتوا خدتوا بالكم ان انا حطيت ميه في الصاج، علشان يعني الفراخ هتاخد وقت شويه على ما تنزل البهاريز بتاعتها، الصاج ما يتحرقش من الاول وريحه الشقه تبقى بقى مدخنه وكده. كمان البخار بيطلع من الميه دي، يبدا ان هو يرطب الفراخ. يبقى اهم حاجه في التتبيله دي زي ما قلت لكم، اهم حاجه العسل والزبادي، وفي التسويه اهم حاجه نضيف ميه من الاول في الصاج قبل ما ندخل الفراخ الفرن. المهم سبتها بقى وخرجت كده بره، قلت اكمل اللي ورايا. كان عندي غسيل محتاج يتطبق، فكنت حطاه هنا على السفرة كده علشان اطبقه على طول. بصراحة لو ركنته في اي اوضة فممكن عادي يبات كده من غير ما يتطبق. وبصراحة يعني الغسيل اللي هو محتاج يتغسل كركبة، والغسيل اللي هو محتاج يتطبق كركبة اكتر. فوقفت كده طبقتهم على السريع وقعدت شوية وكانت الفراخ استوت، بس كانت الكهرباء قطعت بقى في الوقت ده. شوفوا بقى الفراخ يدوب المية اللي انا حطيتها مع المية اللي الفراخ نزلتها ورجعت اتبخرت تاني، يدوب جت على قد التسوية بالظبط.
المهم طبعا زي ما بقول لكم النور كان قاطع، فالشكل ما كانش يعني واضح قوي. اخدت بقى الفراخ وخرجت بره علشان اوريكم الفراخ مستويه ازاي، ولونها الجميل جميل جميل ما شاء الله ولا قوه الا بالله. المهم جبت بقى برضو صينية كده، وبدأت ان انا فرشتها ورق فويل وعلشان ارص الفراخ عليها، وخلاص كنا هنتغدى على طول في الوقت ده. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين بقى لون الفراخ كمان بجد، يعني النور اصلا قاطع وشكلها مش واضح قوي. يعني انا كان نفسي ان انتوا تشوفوا الفراخ يعني في الاضاءة، شكلها بصراحة يعني شهي جدا وشكلها تحفة، كمان طعمها احلى بكتير جدا. فاتمنى تجربوا الفراخ بالطريقة دي، بجد هتدعولي واعتمدوها في اي عزومة عندكم. بصراحة يعني بطريقة مميزة وجميلة جدا. رصيت بقى الفراخ والحمد لله قعدنا اتغدينا على طول. زي ما قلت لكم ما عملتش جنبها ولا رز ولا مكرونه، احنا كلناها كده بعيش، وجنبها بقى شيبسي وطحينه وسلطه وكاتشب وكده يعني. فالمقطع ده انا اصلا ما لقيتهوش، يعني تقريبا كان بيتهيألي ان انا بصور او حاجه. المهم ان انا ما لقيتهوش على التليفون يعني. المهم الحمد لله اتغدينا، وكان طعمها بصوا في منتهى الجمال، كانت مستوية ودايبة ومن جوه جوسي كده وطرية، كانت بصراحة حلوة قوي. واتبقى برضو منها كمان زي ما قلت لكم، وطبعا اول ما بردت شلتها على طول في الفريزر. برضو هتنفعني في يوم تاني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، يا رب يديمها علينا نعمة. هنا كنت بوريكم الفراخ مستوية ازاي. بس طبعا كنت بصور بايد واحدة، فيعني ما كنتش عارفة قوي اخد راحتي في التصوير يعني. بس كده، ولا ولعنا فحم بقى ولا دخلنا ولا قعدنا بقى كده في الصهد اللي بيبقى طالع من الشوي وكده. بصراحة الحر مش مستحمل ولا مستاهل اي حاجة من دي خالص. هو في الفرن كده، وبصراحة بتستوي احلى تسوية. بعد الغدا بقى الحمد لله رب العالمين يعني. طبعا كنت مستعجلة، كنا خارجين يعني. ف اتغديت وخرجت بقى كده على طول. عايزه اقول لكم ان احنا رحنا قعدنا شويه كده على البحر، بس فحسيت بصراحه ان انا يعني نفسيا احسن. الجو كان جميل جميل جميل. عايزه اقول لكم ان انا فعلا سقعت وانا قاعده. الجو كان حلو قوي قوي، وكان في نسمه هوا كده جميله. بس يعني غيرنا جو.